اهلا بيكم. الزمالك بيفوز على انبي 2-1 ويحصد النقطة السابعة في مشواره الطويل للفوز بالدوري. وعلشان نتكلم على الفوز بالدوري لازم نتكلم على ان يكون فريقنا فريق قوي، فريق له شخصية، فريق له تكتيك معين بيأدي بيه تقريبا 90 او 95% من مبارياته، وتغيرات خاصة قوي في ماتشات خاصة جدا هي اللي بتحصل. وأسوأ حاجة ممكن ان احنا نعملها ان احنا نشوف الاداء والروعة اللي الزمالك لعب بيها قصاد انبي على انها شيء خارق، وان احنا ننخدع بالنتيجة. بالعكس، الزمالك ظهر فيه عيوب صعبة جدا ممكن من خلالها الزمالك ما يقدرش ياخد البطولة ولا انه يكمل في افريقيا او في البطولة العربية. وفي نفس الوقت ظهرت مميزات حلوة قوي في الزمالك، لو استمرت هتبقى حاجة إيجابية جدا مع تطور طبعا العيوب. الأزمة مش إن احنا مين اللي هيلعب. يعني احنا عندنا دونجا وإبراهيم صلاح وطارق حامد وريكو ومعروف يوسف وأحمد توفيق، حلوين، ليهم اللي ليهم وعليهم اللي عليهم. المشكلة إن لازم مؤمن سليمان يثبت شكل تكتيكي واضح للفريق اللي يأكد بيها شخصية قوية للفريق برضه. واضح قوي في الماتش ان احنا عندنا قدرات بدنية وفنية في اللعيبة بتخليهم يقدروا اول ما الكرة تتقطع يضغطوا وياخدوا الكرة وهي لسه بتتبني بقى هجمة علينا. ولكن بيحصل مشاكل واللعيبة بتخبط في بعض بمعنى الكلمة لما الكرة بتعدي وبتبقى في نص الملعب بتاعنا. واضح ان مؤمن سليمان لسه ما اشتغلش على الجانب الدفاعي بشكل كافي، ولكن يحسب له الجانب الهجومي والتنوع اللي فيه. احنا اخيرا بقى عندنا باك يمين بيهاجم وباك شمال بيهاجم. في نقطة في الكورة لازم الناس تاخد بالها منها وهي بتتفرج على اي فريق. هم 11 لعيب بس كل ما كان عندك لعيبة بتعمل اكتر من مهمة او بتلعب في اكتر من مركز بيكون فريقك قوي. بمعنى احنا عندنا حسني فتحي باك يمين ومحمد ناصف باك شمال، ولكن في الهجوم بيتحولوا لوينج يمين ووينج شمال. اذا بقى بدل ال 11 لعيب ممكن نقول ان احنا بقى عندنا 13 لعيب. طبق ده على لعيبة كتير. هي نقطة ممكن يكون مش مهمة او ايه اللي انت بتقوله ده، ما احنا طول عمرنا بنلعب باك يمين وباك شمال بيهاجموا. اقول لكم لا، لما كان حمادة طلبة بيدافع كنت حاسس بفرق، ان في حاجة ناقصة في الناحية دي. لما عمر جابر كان بيهاجم لا، ما كانش بيهاجم بالسرعة اللي احنا شفناها بتاعت حسني فتحي. مهم قوي الحاجات الصغيرة دي. لما يكون عندك فعلا لعيبة بتفتح الملعب زي دول، لا، انت كسبان 2 لعيبة زيادة. وطارق حامد نفس الكلام، ريكو نفس الكلام، باسم مرسي نفس الكلام، انه مثلا يبقى مهاجم او يسقط يستلم الكرة من تحت ال 18. كل دي مهام مركبة. كل ما المهام المركبة اختلطت ببعض وعملت شكل الفريق كل ما بقى الفريق اقوى وتحس ان هو كتير في الملعب. تاني نقطة، احنا محتاجين راس حربة يتبني عليه خطة لعب. يعني ايه؟ لازم يكون في راس حربة يعرف يستلم الكرة وظهره للجون والمدافع في ظهره والكرة ما يفقدهاش، علشان تعرف تحرك الكرة من نص الملعب بتاعك، تلعب كرة بينية في نص الملعب، المهاجم يسقط يستلمها يقف عليها، اللعيبة بتاعت نص الملعب بتاعتنا تنتشر فيبتدي الهجمة تبقى أخطر. بس طول ما احنا عمالين ننقلها لورا ومش لاقيين حد نديله الكرة قدام فصعب جدا.
عشان كده في وجهة نظري البسيطة باسم مرسي مش هو راس الحربة الأساسي لنادي الزمالك. لازم يكون في راس حربة تاني، وباسم عامل زي ستانلي كده، يجي من ورا لقدام، بس ما يبقاش هو راس الحربة الأساسي بتاعنا. شيكابالا وأيمن حفني لازم يكون بس واحد منهم في الملعب، اتنين صعب. عجبني قوي التكتيك اللي عمله امبارح مؤمن سليمان، ان خلى شيكابالا هو اللي بينزل يسقط ويستلم الكوره، وهو اللي يسلمها لقدام، هو اللي يلعب كوره لقدام، لان انت ما عندكش حد يقدر يعمل ده. فميزه حلوه، وان ايمن حفني بقى هو البلاي ميكر اللي على حدود ال 18، وفعلا لعيبه انبي بقت خايفه انها تهجم عليه او تاخد منه الكوره. بس بدنيا ما ينفعش تعتمد عليهم هما الاتنين في الملعب، لان في النهايه انت هتخسر اتنين تغييرات منطقيه في الاخر، لازم هما الاتنين تلاقيهم بيطلعوا. فبتلاقي دايما لما هما بيطلعوا ايا كان اللي بينزل، فما بيبقاش الفريق متكامل. شيكابالا وايمن حفني عايزين حواليهم ناس بتجري تحركهم، بس لما هما الاتنين بيطلعوا وتنزل مثلا زي ما نزلنا امبارح احمد رفعت ومصطفى فتحي، هما كمان بيجروا، فما بيبقاش في حد بيلاعب الفرقه. فيا اما شيكابالا يا اما ايمن حفني. أه لما نعمل كده من منظور بعيد للفريق ونشوف الفريق كله من فوق، تلاقي ان كل اللعيبة بتعتمد في لعبها على الجري والسرعات والالتحامات. ما عندناش غير ايمن حفني ومصطفى فتحي، هما الاتنين الوحيدين اللي عندهم القدرة على ان هما يرقصوا ويعدوا واحد واتنين وتلاتة. غير كده كل اللعيبة بتجري شمال ويمين ويتحركوا ويلتحموا ويشوطوا من بره ال 18 و عندنا قدرات بدنية مهمة. فعلشان تعمل خطة للفريق لازم تعتمد على اللي عندك، ما تعتمدش على ان ايمن حفني موجود، وفي النهاية ايمن حفني ما بيبقاش موجود، لان ايمن حفني ضعيف، فما بيكملكش 4 5 6 ماتشات في تلاحم كل 3 مباريات. فعلشان كده لازم تعتمد على لعيبة زي محمد ابراهيم لما يرجع بالسلامة، احمد رفعت. واضح ان هو عنده شخصية هادية وشخصية قيادية في الملعب، ما بيتصربعش على الكورة وبيعرف يقف على الكورة صح. وفي نفس الوقت عندك كمان ريكو يقدر يعمل لك الدور ده. فانت تعتمد في خطتك على الثلاثة دول احسن ما تعتمد على شيكابالا وايمن حفني اللي في معظم الوقت ما بيبقوش عندك في الفريق. أه... واضح قوي عيب امبارح في الزمالك في وسط الميزة. يعني ايه؟ شكل الزمالك كان حلو قوي في الملعب امبارح. ليه؟ لان حسني فتحي عايز يثبت وجوده، دونجا عايز يثبت وجوده، ناصف عايز يثبت وجوده، احمد رفعت عايز يثبت وجوده، وهكذا. لازم نحافظ على المنافسة والتنافس اللي ما بين اللعيبة، علشان يفضل اللعيبة دايما في التوب فورم بتاعهم ودايما في تركيزهم العالي. ولكن رغم ده كله واضح قوي ان محمد ناصف عنده مشكلة في اخر 10 دقايق وربع ساعة في الماتش. واضح ان هو بدنيا وقع جامد قوي. لازم مؤمن سليمان ياخد باله قوي من الحتة دي. ناصف ضعيف بدنيا. واضح ان احنا كسبنا محمود حمدي ككوفي جديد في الدفاع. دونجا تحت الضغط رائع، بيعرف يصرف في الكورة سهل قوي، تحس ان الموضوع بسيط. لازم يكون هو الارتكاز الاساسي بتاع نادي الزمالك، الارتكاز اللي قدام الاتنين مدافعين. جنش عنده مشكلة في العرضيات رهيبة، لازم تتصلح بأسرع وقت، ما يتدربش غير عليها. مصطفى فتحي لازم يحترف، ما ينفعش يقعد في مصر، فعلا ما ينفعش. هو بيفقد تركيزه وبيفقد وقت، هو لو طلع فيه هيبقى زي رمضان صبحي كده ويمكن احسن. الزمالك عنده فريق قوي، فريق يقدر فعلا ياخد البطولة، وانا شايف من غير اي مجاملة ان الزمالك احسن فريق في مصر، ودي حقيقة. ولكن على مؤمن سليمان انه يعمل تشكيل ثابت، تشكيل واضح للفريق، يكون بيه شخصية فريق، نبقى عارفين فريقنا بدني، فريقنا بيقطع الكرة
من الاول ما بيخليش في هجمة تيجي عليه، فريقنا بيتميز بالتسديد. لازم يخلق مميزات لنادي الزمالك، لازم يكون في شخصية واضحة للفريق. مبروك لينا الفوز الاول، وعلينا ان احنا نهتم بالسلبيات اللي احنا اتكلمنا عليها دي ونخلق ايجابيات جديدة. والكلام هيكتر اكتر لما يبتدي محمد ابراهيم يرجع ومحمد مسعد يرجع، وانا نفسي قوي اشوف كمان محمد مجدي في الدفاع هيبقى عامل ازاي. ولازم في يناير نشتري المهاجم الاساسي، او نشوف مايوكا يقدر يعمل لنا ايه. بالتوفيق للزمالك، شكرا، سلام.